مغربية الأصل. مغربية يا أخي وليست جزائرية. في الغزوات دائرة تلمسان. أيوة. المسافة لا تبعد عن الحدود المغربية مسافة 15 كيلومتر. تلمسان جزائرية ولا مغربية؟ لا أنا مغربية الجنسية. تلمسان جزائرية اليوم وهي في الأصل مغربية. كانت مغربية. أيوة. اليوم أنا نعيش في وجدة وخالتي توفات في الغزوات 3 سنين مسافة 15 كيلومتر. احنا ما قدرناش ندخلوا نعزيو وتوفات الوالده ديالي لسنتين. أيوة. ما قدوش يدخلوا يعزيونا والاتصال بيننا مقطوع، لا يعرفون عنا شيئا ونحن لا نعرف عنهم شيئا. والمسافه 15 كيلو. والمسافه 15 كيلومتر. الله. ما نقوله لكم اليوم في هذا المنبر، اولا انا كنشكركم على هذه الشجاعه انكم كنتوا يعني قربتوا المسافات. بالنسبه للشعب الجزائري نحن عشنا مع الشعب الجزائري. الشعب الجزائري ليس هو هذا الشعب اللي كيخش مواقع التواصل الاجتماعي. الشعب الصح معقوله. لنا معهم علاقات طويله. رحم. الشعب ماشي غير رحم، حتى الجيران. لما الوالد ديالي عاش 13 سنه في الجزائر ولما رجع كانوا يجيو الجيران اصدقائه عندنا. الشعب الجزائري حر، شعب النخوه، شعب مضياف، وشعب يحب النكته والضحك. وين هم الشعب لماذا لا ينصفوكم؟ وين شوف هم اليوم ليس لا ينصفوننا، هم اليوم تحت الضغط. يعني هم نحن حتى هم اليوم ضحيه. هذا النظام هذا المواقع التواصل التي تخرج تتكلم فئه منها مغرر بها لانها لم تاتي الى المغرب وترى، وفئه مضغوط عليها. سؤال واحد. لحظه قبل السؤال، اهلك في تلمسان؟ نعم. ما في تواصل؟ اليوم 3 سنين ما في تواصل بيننا. مثلا من الحدود. ما هي الفكره نعم. اللي معبي لها هناك عن المغرب؟ ماذا يقولون؟ لا هم كانوا يجيوا للمغرب ويعرفوا بانه كل شيء هذا الشيء اكاذيب. اليوم السؤال هو اللي مطروح، حتى اعلاميين كبار سالوه ولم يجدوا له اجابه. ما هو سبب العداء بين النظامين، النظام الملكي والنظام الجمهوري؟ انا متتبعه الى يومنا هذا لكل حوارات صحفيه صاحب الجلاله الملك الحسن الثاني رحمه الله. ماذا كان هم الحسن الثاني؟ كان همه الوحده الوطن العربي، وان الشعوب العربيه تعيش من غير حدود وتاخذ قراراتها داخل اوطانها. كان يؤمن بالكفاءات العربيه. لكن هؤلاء الانظمه الفاسده ماذا ارادت؟ مقولة قالها القذافي عندما أراد أن يصنع لنفسه اسم، قال لجمال عبد الناصر أريد أن أكون زعيم، قال أخرج في المحافل الدولية وتكلم عن القضية الفلسطينية. ها أنت زعيم. لم يكن همه هو صنع ليبيا، مع أننا فيلم واحد لعمر المختار شخص لنا تاريخ ليبيا كيف هو الشعب الليبي العظيم. الله. الشعب الليبي تشوفوا في فيلم واحد لمختار عمر مختار. إذا هذا هو المشكل ديال الفساد ديال الأنظمة. هذه الأنظمة تريد الجلوس على الكرسي، تريد قرارات تصدر من فرنسا. هم يعيشون يستغلون خيرات البلاد ولا يهمهم الشعب العربي ولا تهمهم القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية يا سيدي أولا لا تحتاج إلى عبد المجيد تبون يطلع في المحافل يتكلم أو القذافي، تحتاج إلى وحدة عربية. نحن العرب نحتاج أن نكون متحدين. هذا هو العداء اللي عند هذه الشعوب، عند هذه الأنظمة تجاه النظام الملكي في المغرب. لحظة أحييك أولا. لحظة لا تروحي لا أنت في جعبتك حاجات كثير. والله تبون ما يقدر يتكلم مثلك. ما يتكلم لسبب بالله ما يقدر يتكلم. شوف سيدي والله يجيبوا شنقريحة. أنا كلمت امبارح ماذا قلت لك؟ يضحكوا يتكلموا مثلك. ماذا قلت لك؟ قلت لك أهل اليمن ماذا يعرف عن أهل اليمن؟ العلماء والمشايخ. وهذه قالها لي شيخ في الزاوية البوتشيشية. نعم. قال لي أكثر ناس عندنا معاهم علاقات دينية وروحية هم أهل اليمن. لازم تعرفوا هذا. مصر الشعب المصري بالنسبة للأمة العربية هناك مثل عربي يقال على الشعب المصري: لو كانت هناك حرب بالقلم لكانت مصر استعمرت العالم. لأن مصر شعب بلد الأدباء وبلد العلماء، بلد الثقافة. أنا قريت كل مؤلفات نجيب محفوظ، مؤلفات المنفلوطي، مؤلفات طه حسين، شعر أحمد شوقي. لا أقول لكم هائل. أنا إلى يومنا هذا لا يمر علي يوم من أن أرى خطابات الحسن الثاني. والله الحسن الثاني ربى شعبه تربية أنه يخدم بيدو، يعمل. الشعب يعمل. قال مقولة شهيرة: اللي ما طيب كلاته
وما صب نكساتو وما كتب براتو موتو خير محياتو. يعني اللي ما يطيب اكله وما يغسل ثيابه ويغسل هدومه، ايوه، وما يكتب رساله بايده موتو خير محياته. موتو احسن من حياته. كيف ان الأنانيين تصنع المعجزات في المغرب. الله اليوم فاس ومراكش وعدد كثير من المدن في المغرب اصبحت تصل الى العالميه. بماذا؟ بالانامل المغربيه، الصانع المغربي، العامل المغربي، الموظف المغربي، الناس مسؤولين في ادارته هم من صنعوا هذه الحضاره. الحضاره لا تسرق، الحضاره تصنع. نحن نعرف لا تسرق. شوف، لا تسرق الحضاره، لا تسرق. مستحيل. ما تجيش تقول لي القفطان ديالك والزليج او ديالي تقول لي الزليج ديالي. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اصنع. نحن ندافع عن الوطن. نحن ندافع عن الوطن. يا الله. لا الزليج، شوف الزليج استاذ اسعد الشرعي ذهب الى معامل الزليج وشاف وصنع وشاف. شوف الفرق اللي بيننا احنا كمجتمع مغربي، اننا اولا تربينا تربيه اسريه دينيه، وتربينا تربيه ثانيه من روح الملوك ديالنا. نحن ملوكنا ليسوا ديكتاتوريين، نحن من طلب برجوع محمد الخامس. اذا الملك حنا اللي طالبنا باش يكون النظام الملكي في المغرب. النظام الملكي ليس مفروضا علينا في المغرب. نحن ملوكنا ثلاثه اللي عشنا معهم لم نرى منهم الا كل خير. الملوك ديالنا عمرو ما ضغطوا على الشعب ديالهم، وعمرو ما قهروا الشعب ديالهم. حتى الساعه دابا انا خارجه كنتمشى في الشارع الامن، شفتكم في اللايف جيت كنجري لان كنعرف بانه الطريق واخا الليل كاين الامن. انا اشكرك انك جئتي. انا في جعبتي الكثير بالنسبه للشعب الجزائري. تعرف باننا نحن المغاربه نعرف الحاج رابح درياسه ونحفظ اغانيه. رابح درياسه ومن اعظم المطربين في الجزائر، مغني ماذا قلت اصيل. ونعرف الخليفه احمد، ونعرف عبد الله مناعي، ونعرف عبد القادر شاعو. هم الجزائريين اليوم لا يعرفون عنهم شيئا. نحن والهاشمي القروابي. تعرف هذا الفن الجزائري يصل الى العالميه. وسمحوا فيه سيدي الفاضل. طيب اهلك اللي في ذي المسان يعني نعم جيبوهم هنا وخلاص. والله العظيم كنحاول نتصل بهم، كنحاول باش نتصل بهم. يعني انتم ما قادرين تتصلوا؟ كيف ما قادرين نتصل. اليوم يخرجوا في المحافل. طيب وجهي لهم كلمه. انظمه، اسمع لي سيدي، انظمه تخرج تقول لي نحن ندعم القضيه الفلسطينيه وندعم الشعوب المقهوره. انتم قهرتونا في الحدود 15 كيلومتر، لا استطيع ان ارى اهلي وتقول لي ادعم فلسطين. المقوله الشهيره قال له جحا في الروض قال له ها هي. حل الحدود هنا غادي نشوفوا خوتنا هنا ومن بعد غادي نمشيو لفلسطين. هذه هي الرساله التي نوجهها لهم. التحرير عندهم غير في اللوحه نتاع يا جماعه الحاضرين نسالكم بالله. صفقه هذه المراه المغربيه. هذه المراه المغربيه الحره الشريفه. نقول لكم الصحراء في المغرب والمغرب في صحرائه، والملك فوق راسنا. عاش الملك، عاشت صحراء مغربيه، لا فصال في هذا. حتى واحد ما يبقى يوهم بانه يمكن غادي يكون شي جمهوريه وهميه تما لتكون دائما على عين نساء ورجالا. نحن جنود مجند وراء صاحب الجلاله وراء العرش العلوي. عاش الملك وعاشت الصحراء. الشعار. نتمناو دائما لازدهار الامه العربيه، ونتمناو للشعوب انها تفيق من هذا الجهل ومن هذا الغباء، وتعرف بانه قراراتها لازم تصدر من بلادها ماشي من الدول المستعمره. هذا الشيء اللي اقوله لكم.